السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. واليوم نوريكم طبق شعبي تراثي خليجي. طبقنا اليوم راح يكون مثل ما قلنا لكم تراثي شعبي خليجي اللي هو مرقوق باللحم، وهذه المكونات وبنوريكم إياها واحد واحد. عندنا لحم غنم بالعظم مقطع، بصل مقطع صغير، كوسة، جزر، ملح وزيت وفلفل وثوم وبهارات مرق وليمون وطماطم وعجينة. طبعا استخدمنا العجينة فيها طحين الهريس، موجود في مطاحن، موجود في الثقبة. صراحة ميزته انه ترف، وراح نشوف العجينة كيف نسوي. حطينا طحين الهريس وماي وزيت وشوي بهار وملح وعجناها ونتركها ترتاح، وراح نستخدمها بعد ما يستوي اللحم بالمرق. اللحمة وبعد ما نشفت حطينا عليها البصل نحمسها، وبعدين بنحط عليها الثوم وبعدين الزيت والبهارات. بعد ما حمسنا اللحمة مع البصل والثوم والزيت والبهارات بنحط معجون الطماط ونحمس عشان تمازج، وبعدين نحط الطماط. بعد ما عرقنا اللحمة هذه نسميها العرقة، راح نصب عليها ماي اللي فيه الطماط شوي، وبعدين نصب عليها ماي حار. الحين تعرقت زيادة راح نصب الماي الحار، خليه زيادة عشان تستوي اللحمة. نترك اللحمة تقريبا نص ساعة وأكثر، يعني 3-4 استوى، وبعدين راح نحط العجينة والخضار ونكمل طبختنا. كورنا العجينة وجهزناها ونغطيها خليها ترتاح لما نبدأ ننزلها مرق اللحم. بدينا نرق العجينة نخليها شوي خفيفة، وبعدين بنحطها على المرق مع اللحم. نزلنا العجينة في المرق بالطريقة هذه، بعدين نقطعها بعد ما شوي تشرب المرق وننزل العجينة. هذه طريقة حط العجينة، نتركها تداخل مع المرق وبعدين نقطعها وتنزل بالمرق. نشوف العجينة هني كيف انتفخت بدأت تستوي، نقطعها وننزل بالمرق. طبعا هذه طريقة أمهاتنا، ما فيها فلسفات. الحين نبدأ نحط الخضروات، نحط الجزر، نحط الكوسة، نحط اللومي العماني، وبالأخير نحط الفلفل عشان ما يصير حار، نحطه بآخر شيء، وتكون مرقوقتنا جاهزة. علينا وعليكم بألف عافية. وهذا طبقنا اليوم، طبق المرقوق، الطريقة الخليجية الشعبية التراثية من إيدين أبو مشاري. علينا وعليكم بألف عافية.